مستانس اليوم مستانس. نشوفوا الارتفاع وانا عندي هنا شيء. خلوني اخبركم شو اللي صار. ترى ما صار في شيء ولا طاح ولا شيء، بس كذا. شباب مستانس اليوم مستانس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. ويكند الحين يوم السبت الساعة 11. رايح اتريق في A1 بيكري. زين مخبز. ليش فرحان؟ امس وصلت 13000 مشترك. 13000 مشترك. الفيديو الاخير كنت 11600 وفرحان. الحين 13000. لا يا اخي 15000 قريبه شكلها. فشكرا لكم على التفاعل الرهيب. لذلك اليوم في جدول، مرتبين لكم جدول خطه، بنروح اكثر من مكان ان شاء الله. تستمتعوا. لايك سبسكرايب نشر. استمتع. الحين رايح اتريق في مكان مخبز، هو A1 بيكري. اتوقع انه كذا لبنانيين شيء كذا، فندلع نفسنا بفطاير كذا. الجو جميل واسعاره حلوه. يا سلام يا سلام، شمس وبرد، جو حلو. شوفه. تصور على راحتك ما في حد. شوفوا الشيبه مستمتع. يا سلام. جدول صباحي. هذه الاشياء ما كانت موجوده، حركات وكذا، حركات او شيء. يا سلام. في ابداع حركات. يلا خلونا نصير نلحق شباب. بما انه ودرني الترام يعني، فخذوني اخبركم عن المواصلات وانا رايح للمكان مشي. شوفوا يا شباب، هنا في المواصلات شيء يعني وايد خيارات. عندك باصات، عندك ترامات. الترامات اللي هو نفس القطار بس اصغر ويمشي في الشارع، يعني نفس مصورنا اكثر من مره في الشارع مع السيارات. والقطار طبعا له مسار محدد. احنا نروح للجامعه بقطار، وفي المدينه نستخدم الترام احيانا، وحتى القطار ينفع ترى اكيد بفلوس. عندنا بطاقه احنا نسويها شهريا، في اشخاص ما شهريا يعني وقت ما يستخدموا يدفعوا. احنا مسوين شهريا لان كل يوم نستخدم القطار مرتين، رايحين الجامعه ورادين، لان عمرنا اقل من 19 فنعتبر تشايلد، يعني نعتبر صغار، نعتبر تشيلدرن. فالسعر تقريبا $90 لشهر واحد تروح فيه هذه الاماكن بالقطار ترام اي شيء. A1 ميدل ايست فود. اوكي تو اشوف. يلا بسم الله نجرب. اخذت لي فطيرة جبن وقهوة. حلو. الشاي ما وثقت فيه يعني، قلت يمكن ما ينفع. يلا بسم الله. زين شباب يلا نجرب. بسم الله. كم؟ $2. هاي ب5. فطيرة الزعتر $2، هاي ب5 جبن. والقهوة ب$4. سعرها زين القهوة يعني. وين صورة لامبورجيني؟ القهوة ما جوي. والله احلى. بس لا سلامات. شو استهبال. يا اهل مؤسسة وافران فرح. واحنا طالعين من مطعم عيسى جايب لنا، لازم اقول لعيسى جايب لنا مكان كذا يمين يبيعوا اشياء منتجات، يساري يمين اكل رايق. زين الحين خلاص راجعين السكن. ما خلص الجدول طبعا، ما خلص. اول مرة اصور في ترام كذا، لا واسع وكذا. كيف شباب ايش رايكم بالستايل؟ يا رايحين الحين بيبدا الجدول. تعال أنا الحين مع شيمبي. I'm Shimpe. Where are you from? I'm Japan. I'm from طبعا Japan. امس رسل لنا قال لنا ما بتي ويانا هذا البرج. طبعا هذا تقريبا اطول برج في ميلبورن، سكاي ديك. فانا صراحه رايحين مع الجامعه، بس ما كنت مصور فلوج، فقلت فرصه بنصور فلوج وبني وياهم. ليش؟ لان اول اسبوع يعني باقي لهم اخر اسبوع يروحوا جابان. You will back to Japan. Yeah. So I will come with you. You will enjoy. Let's go. شوفوا كيف السيتي جميل. يارا ريفر. طبعا هم دفعوا $23، انا دفعت 43. ليش؟ رغم اني انا ساير قبل ببلاش، لكن لعيونكم بتشوفوا تعرفوا ليش دفعت اكثر. وهذا هو سكاي ديك ميلبورن، 300 متر فوق. ومن الاشياء الحلوه شوفوا كيف النحل الذهبي، واو. واتوقع هذا البرج اللي احنا فيه. في ابراج وايد عاليه ترى. You are from Tokyo? No, but you are from Japan. This 643 meters. This tower 300 meters. And look at this Burj Khalifa. It's the tallest tower in the world. It's near from Oman. Yeah, in Dubai. You know? 830. واو. شوفوا كيف جمال المدينة من فوق. شوفوا كيف. أعرف ما بتشوفوني زين، لكن شوفوا الارتفاع. وأنا عندي هنا شيء. الحين بروح. شوفوا كيف الناس مستمتعين.
الصغار والكبار. يا سلام، هنا صورت صورة حلوة أنا آخر مرة يوم قطارات، نهر، ملاعب جميلة، طبيعة. هنا هذه الحديقة الخيالية يا أخوان. شوف المدينة. مايك شوي مخرب شكلي، مخرب الأوتفيت، بس لعيونكم كل شيء هون. استمتع باللقطات. يا سلام. كان ودي أجي في الليل عشان أشوف الغروب، لكن داوم الشباب بي وقلت أجي وياهم وخليهم يستمتعوا شوي. انصدمت أكبر صدمة في الحياة. قالوا لي ما لازم ما يصير أشيل التلفون. واو كيف بصور؟ خلوني أخبركم شو اللي صار وليش دفعت أكثر تقريبا دبل 5 ريالات زيادة عشان أدخل غرفة زجاجية كذا كامل، يمين يسار تحت. حلو، وأتوقع أنها الأولى من نوعها كذا على حسب الكلام اللي في الموقع. توقعت التجربة أحسن، بس حلوة يعني. كانت كأنهم يخوفونا كذا، يبندوا ويشغلوا يخفوا الزجاج وكذا كأنه يتكسر وتأثيرات حلوة يعني التجربة. بس المشكلة إنه ما يصير تدخل تلفونك، ما يصير تدخل أي شيء من حقهم يعني عشان ما ينكسر الزجاج أو شيء يعني لو طاح بالغلط. هذا المنظر من الغرفة هاي اللي مجانية، بس لا صراحة هذه كحلة يعني. وصورونا صورة طبعا مع الباكج إنك يصوروك صورة بالكاميرا هناك في الغرفة. فما أدري صراحة هل بستخدمها للثمنيل أو لا. على العموم مكان جميل وتجربة حلوة. الحين بروح أطمن على الشباب، طبيتهم يا أخي. بنشوف وين بتنزل. شوف طلعت تتحرك. اوكي، اكتشفت الحين ان المايك ما يشتغل يعني. الحمد لله انه وايد لقطات بالمايك، اخر لقطات بدون مايك. زين اني اكتشفت ولا كنت بكمل. المايك فجأة ما اعرف وش فيه معلق خلاص. يا رب يتصلح، يا رب ما يكون خربان اصلا بس معلق بيرجع. سلامات، ترى ما صار في شيء ولا طاح ولا شيء، بس كذا. ترينا لهم الايس كريم وكيف فرحوا ويقولوا طيبين وما اعرف وش. معلق والله ما اعرف ليش. يا رب يتصلح. غيرت الخطه فجأة وين بنتزلج ان شاء الله. حلو، يقول يعرف اخر شيء. حتى انا زي ما اعرف. نتعلم بس الموضوع ما بهذه السهوله يعني. شوفوا شباب الاحتراف، اهم شيء ما حد يتعمد. اني اعرف اتزلج. بس ما اقدر اقول اني اعرف لاني طحت 7-8 مرات يعني، فاهمين؟ شوفوا كيف يعني، ما شاء الله علي شباب. كانت تجربة جميلة جدا، حلوة وايد، استمتعنا. وانا يعني ما شاء الله علي تعلمت. وبالنسبة للمايك ما عليه، ان شاء الله في محل دي جي اي اللي هو نفس شركة هذا، وان شاء الله بوديه وان شاء الله يتصلح يا الله يا رب. وكله خير ان شاء الله. بشوفه باكر على لان تو الوقت بدي الساعة 7 يعني. اتوقع المحلات يسكرون 6-7. This is dates. تمرسح. You can say anything. Do you like it? I like this. You like this. And chips Oman? Yes. Good? Good. Yeah. Thank you so much. So. مرة؟ برا. قرد المكان صح اللي ختمت فيه أول فلوج في ميلبورن. هذا هو مكان جميل يعني. نرجع الذكريات. ميلبورن سيتي مارينا جميل يا أخوان. خلص جدولنا ورجعت السكن تعبان. سبحت صليت وخلاص قلت ما بطلع، برتاح وبالمرة بغسل ملابسي يعني. اتصل لي عيسى لأنه ما رجع، قال لي ترى عازمنا محمد واحد من الشباب اللي يدرس في استراليا من زمان، فقال لنا عازمنا وطابخ لنا فلازم نروح. زين بعد زين نتعشى عشاء غاوي ان شاء الله. توني قبل لا ادخل محطة القطار شافوني اثنين، وقفني واحد قال لي بنسوي معاك مقابلة عادي. سألني كيف الحياة في ميلبورن، بعدين قلت له شو يعني هذا يوتيوب شيء؟ قال لي هي في كاميرا هناك بعيد تصور. ما اعرفه هو يتكلم جد يستهبل. سألته عن القناة، رواني القناة فيها 7 مليون مشترك. قال لي هاي مال ربيعي يعني وانا اساعد يعني، هو من امريكا وانا ما اعرفه يستهبل يسوقها شكلها علي. هاي كورة هنا ايش السالفة يا اخي يعني نقلب القطار. انا في مدينة اول مرة اجيها، ما مدينة يسموهم قرية يعني، اول مرة اجيها. رايح لبيت هذاك الانسان، طبعا مخلي عمري كذا اني انا اخوف وكذا مسوي. قمر زين، القمر الثاني. مشكلة ما حد رد علي يا اخي. محمد ما اعرف رقمه، او اعرف يعني رقم مال استراليا اتصل ما يرد، وعيسى تلفونه مسكر. خليني بمشي 10 دقائق في الطريق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. ضعت ابوي ضعت، ما اعرف وين تو بيتهم ذي. زين اتوقع عيال ذي لانها بنايه ما بيت. الامور طيبه شباب، الامور طيبه. قاعد تعرف مستحيل وكذا. مضبط الامور محمد يا سلام، شكله طباخ مبتعث من 5 سنوات. نحاول نلحق على الترين. تاخرنا وايد مع الشباب، ارتحنا وياهم وايد، سوالف كذا اشياء تخفف الوحده يعني.
محطة جميلة جدا يا أخي، فلندرز. السلام عليكم، مساء الخير. أيوة الحين ما الصبح، الحين الساعة 3 الظهر. أكيد ما نايم للحين، قايم الصبح لكن كسر على السرير وما سويت شيء، تريقت كورن فلوكس وكذا. لكن اليوم الأحد، فاليوم يوم الشقة، بننظف برتب غرفتي وبغسل ملابسي. فعدنا اليوم بس هذه الأعمال، وأبشركم مثل ما تشوفوا المايك يشتغل ولله الحمد، ودعواتكم إنه ما يخترب، لأنه بصراحة ما فيني أشتري جديد. يا جماعة الخير الحين بغسل، و80% من الملابس هنا ثقيلة السلة. خلوني أخبركم طريقة التغسيل. طبعا هنا تحط الصابون. أنا طبعا ما أعرف الكمية اللي أحطها، بس اللي أعرفه أن هذا مكتوب عليه 100 غسلة، وأنا تقريبا الغسلة الرابعة ولا الثالثة تو، وهذا أكثر من نص رايح. تارس الغسالة، تحط هيفي، تضبط أمورك بالحرارة وتدفع هنا بالبطاقة أو أبل باي 6.54 دولار على الغسيل بس، والتنشيف بروحه سعر. والله الثلاجة الغسالة انترست بشكل رهيب. 43 دقيقة ونرجع لها. بعدين يوم تبى تنشف نفس الشيء، تضبط أمورك وتدفع 5.5 تقريبا. فالمجموع عندكم صراحة غالي. انزين، باقي السكنات يمكن يطلع لهم كامل 8 دولار. الحين رايح اشتري بعض الاشياء، من فترة ما طلعت يا اخي من امس. في فعاليات عندهم هنا، مسكرين الشارع من امس. يا اخي ليش انا اول مرة اشوف هذا القسم؟ ليش؟ كيك لوتس، تراميسو، نسميها شو نسميها احنا؟ سان سبستيان صح؟ ليش اشتري ليت لمبة كذا للسكن، واحدة للصالة وواحدة للغرفة. زحمة، فلا تلوموني لاني ما قادر اصور. 11 ما شاء الله. امس واليوم في فعاليه في نفس الشارع اللي احنا ساكنين فيه، فعاليه كذا يعني مهرجان، مسكرين الشارع وطول الوقت اكل واشياء كذا كانهن تقليديه. طبعا هذا الكلام ما يمشي، لذلك لازم نرتب. شوف كيف الحين صح، الحين الواحد يرتاح. يا سلام، زين تذكرت بعد. خلونا ندخن شويه على خفيف، ندخن الغرفه، نضبط امورها. ايش رايكم بس بالزاويه؟ الله يطيبكم من طيب الجنة. طلعت من السكن، جت هذه الحديقة المعروفة، هذه الحديقة اللي دائما أصور فيها. المهم عشان أغير جو شوية، عشان أسولف شوية. ليش ما نسولف؟ على العموم يا جماعة الخير، بخبركم سالفة اليابانيين. طبعا اليابانيين منصدمين، يقولوا كيف دولتكم دافعت لكم للجامعة ودارسين في عمان ببلاش، وجايين هنا تدرسوا ببلاش، لا ويعطوكم راتب. كيف يعني؟ احنا نشتغل بارت تايم عشان ندفع للجامعة، عشان منحة الجامعة الدولة ما تعطيهم، ما توفر لهم، فهم يدفعوا فلوس عشان يدخلوا جامعات. اتوقع حتى المدارس الهاي سكول يعني الثانوية. فيقولوا يعني احنا كذا يشتغلوا ويدرسوا في نفس الوقت. فيقولوا يعني ما شاء الله انتم اغنياء، رغم انهم يلبسوا ماركات وكذا، يعني يبين عليهم انه ما فقراء. طبعا اكيد جايين يدرسوا هنا على حسابهم، استراليا 3 أسابيع، لكن يقولوا انتم اغنياء يا اخي، وايد مرتاحين وعندكم موفرت لكم الدولة كل شيء. فاحمدوا ربكم، والله الحمد لله على النعمة اللي احنا فيها. تعرفوا وش اكثر شيء شاغل بالي الحين وجالس افكر فيه؟ اللي هو هل الفلوج بيطلع حلو او لا؟ هل خذت لقطات زينة او لا؟ اتوقع ان مدته بتكون ما طويلة نفس اخر فلوج، وما اعرف بيعجبكم او لا. ترى صدق شيء يوتر يعني، لانك انت دائما لما تبى تنزل فلوج حلو مثل الفلوج الماضي اللي الكل مدحه، ما تبى تنزل شيء اقل يعني مستوى من هذا. فان شاء الله يطلع حلو ويعجبكم. والحين تذكرت اني اكل، فلازم اكل شويه وبعدين بروح الجيم. طبعا ما انا طابخ، لا تستغرب. شوف الفيو في الليل كيف، ايش رايكم فيه؟ طالع براحب. كيف طالع راحب؟ طالع رايح صوب الجيم، وتذكرت اني ما شال محفظتي، ومحفظتي فيها بطاقة دخولي للجيم يعني. فزين اني ما وصلت يعني، تذكرت ما خبرتكم. اشتركت في الجيم الاسبوع الماضي، رحت يوم واحد بس، واليوم ان شاء الله اليوم الثاني، اليوم الاحد مثل ما خبرتكم. وان شاء الله في الاسبوع 5 مرات نروح، 4 مرات بعد زين، اقل ما مقبول هالكلام. وخلاص ترى قرب الفلوق ينتهي. اذا كنت مستمتع وكذا وتقول يا الله الفلوق اللي ما بغيته يخلص، فالحمد لله رب العالمين انا انجزت. اما اذا كنت اللي طالع واللي مسكب، فانا صراحة اقول لنفسي شد حيلك وقدم فلوقات اقوى ان شاء الله، وترقبوا ان شاء الله نضبط اموركم. جداول نار. تعرفوا في
في كناغر، في كوالا في استراليا، في وايد اشياء. تو جاي باكل فعاليتهم، يعني قلت باكل لي شيء سويت، شيء كذا نحلي. سكروا الساعة 10، يعني نصيب وخيرة، يعني الحمد لله عادي. فاتني يا اخي فاتني، كنت بلعب اللعبة الحماسية. لا يا اخوان راحت علي، دلوا في نايين، ايش دخل في استراليا؟ ذي اللعبة الخيالية الخرافية، كيف بنام انا من الضيق. طبعا هذا هو مدخل الجيم، فتنس فيرست، اللياقة اولا، وهذا هو المكان. ما اتوقع اني بقدر اصور لكم داخل، يعني اثبت الكاميرا وارويكم وانا اتمرن، لانه ما في عماني يعني، بس على الاقل برويكم جزء من الجيم. شوفوا موقع الجيم على طول على المدينة، كيف؟ ايش رايكم تمرن؟ عاد انا ما مجرب اي في نهار. خلصنا تمرين ولله الحمد، ولله الحمد خلصنا تمرين الساعة 11:30، الوقت متأخر. طبعا الجيم 24 ساعة فاتح، وهذا الشيء الجميل بغير موقعه. ولكن من داخل هل هو افضل من مال الشناص او لا؟ بصراحة مالنا افضل، اكس جيم يفوز. اسف يا اصدقاء، خلاص يا اخوان ما اقدر اني اكمل اكثر. يومين كنت معاكم، باكر دوام من الساعة 8:30، عندي كلاسات، فبضطر اني اروح واسكر الفلوج. استمتعت معاكم جدا واتمنى انكم استمتعتوا. اذكروا الله سبحانه وتعالى، ولا تنسوا اللايك والسبسكرايب والنشر اذا عجبكم الفيديو، واكتبوا تعليقات، انتقاد، نصيحة، اي شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.